ذلك خلال معسكر يمتد ل3 أسابيع بمدينة سوسة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا نافع بن عاشور. بعد إنهائه المرحلة الأولى من الدوري السوداني في صدارة الترتيب بالشراكة مع جاره المريخ وضمانه التأهل لدور 8 الكبار إفريقيا، انطلقت تحضيرات الهلال السوداني للمراحل الحاسمة من المسابقتين المحلية والإفريقية من خلال معسكر خارجي ب20 يوما في مدينة سوسة في الساحل التونسي بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي. الظروف كل ملائمه لتحضير الفريق، معناها خاصه من ناحيه التركيز والناحيه البدنيه، لانه الملاحظ وانه بدنيا ما كناش في مستوى طيب جدا. الحمد لله تعدينا الفتره الصعبه. اليوم نحضروا خاصه معناها باش نكونوا واضحين هو التركيز على البطوله الافريقيه، وهذا معناها اللي نمشيو فيها اكثر ما يمكن. الأسبوع الأول من المعسكر الذي عرف انضمام ثنائي برازيلي جديد في غياب لاعب المنتخب الأولمبي خصصه الجهاز الفني للتحضيرات البدنية في انتظار انطلاق العمل الفني مع أولى المباريات الودية ضد نادي النجم الساحلي الأربعاء القادم، مع رفع النسق تدريجيا استعدادا للمغامرة الإفريقية. الحمد لله المعسكر ماشي بخطى جيدة. يمكن دور المجموعات يعني بيحتاج الناس تكون في معسكر، وإن شاء الله يعني بوجود المدرب الكوكي يمكن عدينا برنامج طيب للآن. المجموعة كلها فروق كبيرة وكلهم بيطمحوا من أجل هدف واحد، وما حتكون بالحاجة السهلة، فإن شاء الله الناس تجتهد أكثر ويكون عندها دافع ويحقق المراد المطلوب إن شاء الله. استعدادا لإطلالة جديدة للهلال في دور المجموعات من أمجد كؤوس القارة السمراء دور الأبطال، الهلال السوداني يواصل تحضيراته هنا في مدينة سوسة الساحلية. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس.